مرحبا بكم مجددا على قناة شيوة الأندلس. اليوم كنقترح عليكم طريقة سهلة وسريعة باش غادي نخدموا الآلة اللي الكثير منكم عجباتكم ولكن البعض كيتشكى منها. اليوم غادي نوريكم الطرق اللي كنستعملوها بها باش إن شاء الله بحول الله تشجعوا تستعملوا الآلة اللي عندكم وتستعملوها بطريقة سليمة باش تعاونكم في المطبخ، خاصة وأن رمضان الكريم على الأبواب. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية. غنخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. هنايا كناخدو الكرافس اللي كنا غسلناها ونشفناها، ثم غادي نوضعوها في الآلة باش غادي نقطعوها رقيقة. خليكم معي باش تشوفوا النتيجة النهائية. تنقطعوها بطبيعة الحال في الأول فوق طاولة العمل بهذه الطريقة هذه، عاد كنوضعوها في الآلة باش كنسهلوا لها العمل. هنايا كناخدو القزبور اللي كنا غسلنا ونشفنا وتا هو بحال الكرافس، غادي نقطعوه بهذه الطريقه هذه، غادي نوضعوه في الآلة بعد ذلك. هنايا كناخدو البصل وكنقطعوه فوق طاولة العمل بهذه الطريقة هذه، كنقطعوه طريفات بحال هكذا باش كنخليو الآلة كتسرع في العمل ديالها وما كتبقاش كتوقف لنا ملي كنكونوا كندوروها. هنايا نفس العمل كنديروه بالنسبه للطماطم ولا مطيشه، كنقطعوها بحال هاد طريفات بحال هكذا وكنعطيوها للآلة كتطحنوا لنا بطريقه سهله وسريعه، وكطحنوا بواحد الطريقه زعما عجيبه. هانتوما غادي تشوفوا معاي وفي وقت وجيز جدا. وهذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. هنايا مطيشه غادي نطحنها مازال باش غادي نحضر بها صلصه ديال البيتزا. وباش نشجعكم اكثر فانا خديت هنايا الجزر ما سلقتوش، راه داك خضر يلاه بشرتو، وكنقطعو بهذه الطريقه هذه وغادي نوريكم كيفاش هاد الآلة كتقطعو بطريقه سهله وسريعه على الرغم من انه ما طايبش. هنا غادي تلاحظوا معايا كيفاش الفلفله غادي تقطعها بطريقه سهله وسريعه، بحيث اننا يمكننا نوجدوا التكتوكه بمطيشه او السلطه اللي كنستعملوا فيها الفلفله ومطيشه، كتحضرها بطريقه سهله وسريعه. كنزيدوا عليها التوابل والسلطه ديالنا كتكون واجده.
هنايا غادي ناخدو الشبيكه اللي كتباع مع الاله، غادي نوضعوها في الوسط باش غادي تقطر لنا الاعشاب، سواء كانت قزبور، معدنوس، كرافس، نعناع، الخس، الاعشاب اللي كتكون عندنا كلها. من بعد ما كنغسلوها كنوضعوها هنايا في الوسط، وغادي نشغلوا الاله، غادي ندوروها باش غادي تخلص من الماء الزائد اللي فيها. ثم كنغطيو الاله ديالنا بهذه الطريقه، هذه طريقه محكمه، وكندوروها بحال هذه الطريقه. هذه طريقه دائريه سهله ما فيها لا عذاب لا تماره. انتم غادي تشوفوا الكميه ديال الماء اللي غادي تخلص منها الاعشاب. انتم شوفوا الماء اللي خرج منها. انتم كتشوفوا معايا الكميه اللي كتخلص منها، وكيولي يابس ما فيش قطره ديال الماء، وفي وقت وجيز جدا. هنايا غادي نوضعوا كميه ديال الثوم وغادي نطحنوها. نتوما غادي تشوفوا معايا، انا تعمدت انني نخلي لا فيديو كلها ما نقصرش منها باش تشوفوا الوقت الحقيقي اللي كتستغرق باش كتطحن الخضر وما شابه ذلك. وبطبيعه الحال حنا اللي كنتحكموا في الحجم ديال الخضر اللي كنقطعوا. هنايا نتوما غادي تشوفوا معايا الحجم ديال الثومه اللي حصلنا عليه. عندنا هنايا راس ديال لي شو، غادي نقسموه بحال هكذا باش غادي نقطعوه في قلب الاله. كنقطعوه بحال هكا باش كنسهلوا عليها انها تقطع لنا بسهوله. كنغطيو الاله ديالنا بهذه الطريقه هذه. ثم غادي نديروا بحال هكذا نصف دائره الجهه المعاكسه ديال الجهه اللي فاش كنطحنوا بها، وغادي ندوروا كنتمنى ان يكون لو شو باين لكم من هنايا. نتوما ما كاينش حتى 30 ثانيه وحصلنا على هذا القوام بحال هكا. بطبيعه الحال الا كنتو باغيينه يكون رقيق اكثر من هذا الشيء كتزيدوا طحنوه. وهذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. من بعد ما كنوضعوا هذه الاله هنايا باش نفصلوا الاصفر على الابيض، كنوضعوا البيضه ديالنا هنايا، وهكذا كيكون الاصفر تفصلنا على الابيض. كنديروا الاصفر ديالنا في هذه الزليفه بحال هكذا، وتيبقى لنا هنا ابيض البيض يمكننا نطربوه باش نطلعوه الثلج ونستعملوه للحلويات. هنايا غادي نبشروا الجزر، تنقبطو كنديروا فيها هاد الاله هذه وكنبشروه بهذه الطريقه هذه. كتبشروه بطريقه سهله وسريعه، غادي تشوفوا النتيجه قدامكم. هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. الا بغيتيو انكم تبدلوا ولا انكم تقطعوا الجزر يكون غلظ من داك الشيء، كديروا هاد الاله هذه وكتبشروه بنفس الطريقه، وهذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. كاين هاد الطراب هذا ملي كنديروه في الاله ديالنا كيمكننا اننا نستعملوه لبزاف الاستعمالات. كيمكننا نديروا فيها الثومه بالقشره ديالها وندوروا كتزول القشره بسهوله. ثم كيمكننا اننا نصوبوا بها نطلعوا بها البيض، او لا نطلعوا بها لا مايونيز. سبق لي انني نزلت فيديو صوبنا به لا مايونيز في هذه الاله هذه، غادي نخلي لكم الرابط اسفل الشاشه، ولكن غادي نخليكم هنايا مع بعض اللقطات من الفيديو اللي حضرنا به لا مايونيز والقوام اللي حصلنا عليه في النهايه. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه وكأننا استعملنا آلة كهربائية. وبطبيعة الحال في العديد من التعليقات اللي جاوني على استعمال هذه الآلة أنه السكين ديالها كتحفظ دغيا. بطبيعة الحال يمكن لكم أنكم تشريو سكين إضافية وتخليوها من تحت يديكم. إلا حفات هذه يمكن لكم تعوضوها بوحدة أخرى كتكون جديدة، والقديمة بطبيعة الحال يمكن لكم أنكم تدوزوها في المضايا اللي فاش كنمديو السكين تترجع ماضية وكأننا عاد شريناها جديدة. كنتمنى ان اقتراح اليوم يكون عجبكم، ان لا فيديو كانت مفيده، انني شجعتكم باش تبقاو تستعملوا الاله ديالكم. تنعطيكم موعد لاحق مع افكار ووصفات اخرى. دمتم في رعايه الله.